اتحب من نموذج صعب، ان انا اتحب من نموذج صعب عند نارسيستك وعند شخص نرجسي، دي من اكتر الحاجات اللي يحبها. صح. يحب التحدي قوي، الحاجه الصعبه. انا لو حبيت حد سهل بيجري ورايا كده، ايه المميز يعني؟ لكن حبيت حد صعب، حبيت حد اصلا هو اوريدي مش سهل ان انا انال انتباهه، فيبدا يعمل اي حاجه عشان يخلي الشخصيه الصعبه دي تحبني. وانس ان هو اخذ الامان السريع منك وانت وثقتي فيه وانت خلاص تاسك از دان، اخذ التاسك منك خلاص. فيبدا ان هو يتلاعب بيكي بقى براحته، يبدأ بقى انت بقيتي في ملعبي. ليه؟ لأنه هو فاهم جدا ان الموضوع في الأول هيكون، والموضوع الأول بيكون مسلي ليه جدا، ان هو ازاي يخليكي مهتمية بيه، لأنه عارف ان انت صعب وان انت تقيلة وان انت شخص عنده حياته، عنده شغله، عندها دنيتها، عندها صحابها. لذلك هتلاقي في الأمر أخدك من كل ده، أخدك من شغلك، أخدك من صحابك. أنا ولا عارفة أركز في شغل ولا عارفة أركز مع صحاب، فخلاص أنا بقيت ليه لوحده، فيقدر يتلاعب بيا نفسيا جدا في الأمر ده. هو حتى في المسلسل ده نقول أنواع العلاقات. في 3 أنواع من العلاقات، أو خلينا نختصرها كمان في نوعين مهمين جدا ان انت تكوني عارفاهم. أول نوع العلاقة العابرة. العلاقة اللي هو أنا الشخص بيكون داخل يعني هي بتلبي له حاجة معينة عنده، بيفن فيها، بيضحك، بيهزر، داخل بعد علاقة هجر هو عايز يموف اون من علاقة، داخل بشكل سريع بيخرج بشكل سريع. علاقة عابرة ما بتكملش في العموم، شهر 2 3 بتلاقي خلاص العلاقة اتقطعت. تمام. في علاقات تانية بنسميها صندوق احتياط. يعني ايه صندوق احتياطي آلاء؟ يعني الشخص ده بيروح او بيرجع، او ان هو اخدني انا لتلبية احتياج من احتياجاته. قد يكون تلبية احتياج من احتياجاته دي ان انا لما باجيلك انتي بتحسسيني بقد ايه نشوة ان انا مطلوب او مرغوب فيا، مهما اغيب عليكي وارجع الاقيكي لسه مهتمة وبتكلميني وبتردي عليا. قد يكون في صندوق احتياط مع شخص هو دايما ده الثيرابيست بتاعي بقى، ده اللي بيتقبلني بكل عيوبي، بخياناتي، بمشاكلي، بعقدي النفسية. ده صندوق الاحتياط بتاعي، ان انا مع كل مشكلة برجع لها واقعد اشكلها واحكي لها وقد ايه ان انا كنت بشكل معين. وفي صندوق احتياط كمان قد يشمل علاقة زواج، ولكن هو اخدها كواجهة اجتماعية، هو اخدها ان هي دي اللي هتحقق له الايمج، دي اللي هتحقق له الشكل المعين اللي هو عايز يطلع بيه قدام المجتمع. ودي الشخصيه بتاعت فراج في مع مراته، اخد الشخصيه دي ان هو دي الواجهه الاجتماعيه مراته المحترمه الجميله اللي هتربي له اولاده في الكاتيجوري اللي هو عايزه. تمام. هو اخدها كصندوق احتياط. لما يكون بقى يعني الشخص ده بيكون اخد الشخص ده كصندوق احتياط كواجهه اجتماعيه، لازم يدور على علاقات عابره بقى. لازم يدور على علاقات جانبيه ياخد الحب منه. ما انا هنا ما بحسش الحب، هنا ما بكونش على طبيعتي، هنا ما كنتش حقيقي. هناك هي انا قادره بقى ان هي بقى الشخص المنقذ بقى، قادره ان انا اوريها كل الوشوش بتاعتي، عصبيتي، خناقي، قله ادبي، هزاري، ضحكي، كلامي، قادره اكون على طبيعتي بقى. فاهماني؟ فبتشد جد يقوموا مشدودين للامر ده. ده هيخلينا كده نرجع بقى لنموذج رؤى اللي منتشر دلوقتي، حلم الشباب كلها. هي دي رؤى. هو راجل على فكره انت بتقولي كده صندوق الاحتياط، رؤى دي هي صندوق الاحتياط اللي بيبقى معاها على طبيعته. انا ببقى معاكي ببقى ناسي كل حاجه، بنسى اني فنان ومشهور، وبقى في مراته بقى التانية دي بيبقى اللي هو بشخصيه تانية. البني ادم ده معقد على فكره، يعني البني ادم معقد جدا، وكل واحد فينا بيشوفه حسب العلاقه او الاطار اللي فيه العلاقه دي. فده مهم جدا على فكره ان احنا نبقى عارفين. وبعدين هل ده برضه موجود عند الستات والرجاله ولا موجود فقط عند الرجاله ولا ايه؟ يعني اللي هي صندوق الاحتياط ده. لا طبعا صندوق الاحتياط ده موجود عند الرجاله وعند الستات. ايوه موجود. يعني انا قلت لك ان هو بيشمل كذا حاجه. والفكره في صندوق الاحتياط انا في حاجه لما بعوزها بروح للشخص ده. يعني مثلا يكون هو متجوز اصلا وكان مثلا الاكس بتاعك، تمام، وتلاقيه ان هو بعد فتره حصلت مشكله كلمك انت وحكالك ومش عارفه ايه، وبعد كده مشي تاني. ليه؟ انت كنتي بتريحيه في النقطه دي، انت كنتي ملبياله حاجه من الشكل ده. فاهماني؟ فهو صندوق الاحتياط بعض الستات بتاخد بعض الرجاله كصندوق احتياط، ان هي شايلاه كده على جنب لحاجه معينه. صندوق احتياط ده كشكل بقى معنوي، ده اللي بيسمعني ويتقبلني، ده اللي بقعد اتكلم معاه واشكي له همومي في كل حاجه، بس انا في الاخر حاطاه في البيست في الفريند زون او في شكل معين. فهو كصندوق احتياط ليها بشكل او باخر. مظبوط. فاهماني؟
لذلك في حد في الجلسات وقع في الفخ ده ويقول لي ان هو انا اول مره اكون حقيقي في العلاقه دي، اول مره اكون ودي علاقه خيانه على فكره، يعني هو كان علاقه خيانه بيخون مراته، ولكن هو جاي بيقول لي انا مع الشخص اللي انا بخون انا حقيقي معاه، انا بتكلم براحتي، بهزر براحتي، بتعامل براحتي. طب مع مراتك بقى، طب ايه اللي بيخليك ان انت ما تعملش على فكره ما بيكونش مشكله في مراته نهائي، ولا ان هي كذا، ولكن يعني انا لقيتها في اشكال كتير. يا اما هو كان مجبر على الجوازه دي بشكل او باخر، ان انا اهلي ما وافقش على حبيبتي زمان فجوزوني جوازه تقليديه، فانا خلاص انا كده ما بحبهاش، فانا اخدها للجواز والاطفال وانا رايح بقى اشوف الامر ده بشكل او باخر، او بشتى الامور. انا دلوقتي لو انا شخص نرجسي او انا شخص مؤذي في العموم، وما عندي الشخص النرجسي دايما ما يوهمكيش قوي بالحبتين بتوعه ان هو واثق من نفسه وان هو قد ايه عارف قيمته. اكتر ناس مهزوزه، اكتر ناس ما عندهاش ثقه بالنفس الشخص النرجسي، اكتر ناس حساسه جدا للنقد. ده هو ليه اصلا بيكون في تعدديه في العلاقات؟ ليه بيروح لدي ويسيب لدي ويروح لده؟ لان هو بياخد ثقته من نفسه من الاتنشن اللي بياخده في العلاقات، بقد ايه انا كنت مبهر هنا، وقد ايه ان انا كنت جدع هنا، وقد ايه دي شايفاني اغلى حاجه عندها. هو ما يقدرش يعيش بره ده. لذلك لو ما بيكون متجوز يعني او في علاقه حقيقيه واخدها بس كواجهه اجتماعيه او كشكل من اشكال الكفرج، بيروح للعلاقات التانية دي هو خلاص هو انا فاضي من جوه، انا عايز اي حد دايما يمليني، عايز اي حد دايما يكون معايا. ومع الشخص بقى اللي موجود معاه في علاقه حقيقيه ومتجوزه بيطلع عينه بطريقه غير مباشره جدا. لذلك في عندنا حاجه اسمها النرجسي الخفي. يعني هو يعني كانت في بنت كانت بتحكي لي، هي متجوزه جديد اول سنه، بتقول لي يا دكتور من اول يوم هو حاسه ان هو مش شغوف بيا، هو يعني مش عايز يبقى معايا، هو ما بيقوليش حتى بيشكر في جسمي، بيشكر في لبسي، بيشكر انه هو في حاجه معينه، هو ساكت تماما. ده كده من اول العلاقه ولا بيبقى بعد ما يوصل لغرض معين؟ هي بشكل او باخر بقى، لان هي بتكون علاقات معينه، لكن في العلاقه اللي انا بقولك عليها دي في بدايه الجواز كان من البدايه بكده. بس قبل الجواز ما كانش كده؟ قبل الجواز بقى كان ups and downs كتير، يعني شويه كده وشويه كده. ففي العلاقه دي هو بيبدا دايما، هو متعمد ان هو يعمل ده عشان يشكك الشخص التاني دايما في نفسه، دايما يخلي الشخص التاني عنده ان هو عايز يثبت نفسه اكتر، عايز يعمل حاجه عشان هو يحبه اكتر. تمام. وهو اصلا من البدايه الشخص اللي هي كانت متجوزاه ده شخص عنده تعدد علاقات كتير جدا. يعني هو وانس ان هو اتجوزها تمام، هو سافر راح مع حياته، لما هي يعني بتروح له ممكن يومين او 3 يفتعل معاه اي خناقه عشان ينزلها وخلاص، فهماني؟ ودايما محسسه ان هي فيها المشكله. ما هي الشخص اللي قدامه هو، طب هو ليه مش منجذب ليا؟ طب هو ليه ما بيجيليش؟ وانا ما بوحوشوش؟ ما هو شبعان من بره. هي بتكونش عندها الادراك ان هو بيكون ولا هو العلاقات التانية اللي عمال يحب دي ويصاحب دي ويروح لدي ويكلم دي اللي هي اكتشفته كمان بعدين، لا هي اتخضت. لذلك عمل لها تراست، يعني مش هو عمل لها عدم ثقة بالنفس رهيبة. لذلك احنا بنبدأ نفهم الشخص المشكلة مش عندك، هو معلش هو ما كانش شايفك اصلا، سواء انت كنت حلو جدا او وحش، هو مش شايفك في العلاقة، هو كان بيتغذى على امر معين. هو في العلاقات التانية هو يبدأ ان هو يبهر الناس اللي بره دي، ويروح تقولي ده ما بيعملش ربع المجهود ده معايا، انا هتجنن، ده سافر لها تركيا، ده سافر لها مش عارفه ايه، ده سافر لها ده انا بقعد اتحايل معاه ان هو يخرجني بس فين، يقول لي انت على طول بتطلبي، انت مش شايفاني على طول مشغول، انت مش شايفاني على طول تعبان، انت ما بتقدريش، فهماني؟ حاطط لها 100,000 حجه وحجه، وهو في العلاقات التانية بيحقق متطلبات وامور اخرى، فهماني؟ فبتكون علاقات مؤذيه جدا. طب هل هي العلاقة دي كانت هي مراته بس العلاقات التانية دي كانت علاقات طياري؟ صح؟ العلاقات العابرة بقى يروح يوهم كل واحدة ان هو قد ايه ان انت بقى جميلة وكويسة، واول ما يضمنها يقلب على اللي بعده، اول ما يضمنها يقلب على اللي بعده. يعني في الغالب دي علاقات ما بتبقاش حتى علاقات يعني حقيقية، لا ما بتكونش علاقات مستمرة. النارسيستك بالذات ما بيعرفش يحب، اوكي، ما بيحبش الا نفسه، بوتوم لاين ما فيش، هو ما يعرفش يعني حب، هو يعرف يعني ايه ابهار، يعرف ازاي يحب الصورة اللي انت شايفاني بيها. يعني هو مش بيحبك انت، هو بيحب ان انت شايفاني ازاي. انا احب قوي ان انا اتكلم وانت قد ايه ان انا حاجة قوية جدا بالنسبة لك، فافضل دايما معاكي لحد ما انا اخد نقطة معينة واوصل ليها.
ومن النقطة دي عايزة أقولك وعايزة نستغل البودكاست ده وننبه البنات في حاجة اللي ما عندهمش يعني خبرة في العلاقات وبيقعوا في بعض البنات بيكون عندها نوع من أنواع التجوف العاطفي وبتكون إن هي مهزوزة من جواها وما بيكونش عندها ثقة بالنفس للأسف. لما بتقع مع نارسيستك بيبهدلها، بيبهدلها قوي. في بداية العلاقة بيبدأ يهتم ويبدأ يديها اللي هي عايزاه ويبدأ إن هو يدخلها من مواطن ضعفها كلها. بعد كده يبدأ يختبر إن الأمر إيه، بس أصل مراتي أو اللي كانت قبل كده ما كانتش أنثى قوي، ما كانتش عارفة إزاي تدلعني، ما كانتش عارفة إزاي توصل للنقطة دي. فيخلي عند البنت دي نوع من أنواع التحدي، عايز تثبت نفسها كأنثى، فتبدأ تتنازل، تبدأ إن هي تبين له بقى بشكل أو بآخر بصورها بأمورها ما يجيلهاش مباشر إن هو إيه عايز منها حاجة، خطوات قوي، خطوة جوه خطوة جوه خطوة، فهماني؟ فتلاقيها ان هي كانت وقعت في الفخ بسرعة، وان هو بيعرف يعمل ده بسرعة، ازاي يحسسها بالامان. لذلك في بعض الايحاءات اللي بيستخدمها زي ان هو ايحاء بالصدق، بمعنى لو هو في علاقة يقول لها انا قد ايه ان انا متضايق من نفسي وان انا مش حابب اللي انا بعمله ده، بس انا مش قادر ابعد عنك، بس انا مش قادر ان انا انت مجنناني، انا مش قادر ان انا ابطل تفكير فيكي، فاهماني؟ فان هو يديها ايحاء ان هو صادق وان هو بيحس بالذنب بس ان الامر عندها، فبيقعد يستخدم كل الدفاعات عشان هي تتهز وتبدا تتنازل عن الامر وتديله اللي هو عايزه. وانس ان هي اديت له اللي هو عايزه، وانس ان هم دخلوا في امر بقى وسكشوال وكلام، خلاص ما النقطة انتهت ويرميها على طول. لذلك البنت تحس بإحساس وحش جدا. طب هنرجع بقى للشخص النرجسي دلوقتي. احنا قلنا ان هو في حد خد اول ما خد غرضه سابها، ومراته بتفضل لسه على ذمته. ليه بقى؟ ليه ما بيسيبهاش هي كمان برغم ان هو وصل ان هو خلاص هو اتجوزها؟ عايزه اقول لك هو متجوزها ومخلف منها، ايوه، وعندهم اولاد، مظبوط، تمام. هي واجهه اجتماعيه لده، يعني هو الشكل ان انا قدام الناس او قدام امي وابويا بص انا مش مقصر في بيتي، ممكن اكون بصرف عليها فهماني، لكن هو بشكل او باخر هو مش فكره ان هو مش عايز يطلقها، هو مش عايز علاقه سويه يحس فيها بالالتزام. يعني هو علاقته مع مراته عمره ما كان ملتزم بيها في اي حاجه، هو دايما مطلع كل المشاكل فيها هي. انت ولو اتكلمت عن اقل حقوقها انت مش بتقعد معايا، انت مش بتتكلم معايا، انت نكديه، انت زنانه، انت مش شايفاني يعني على طول في الشغل، انت مش شايفاني يعني على طول ان هو انا عندي وقت ان انا اقعد، انا عندي وقت ان انا اعمل. طب معلش انت مش عندك وقت بتتجوزني ليه؟ هو عنده كل الوقت وبيوديه في وقت ولما تاني بتمشي أصلاً. بيمسك فيها اكتر، ما بيسيبهاش. ليه؟ لانها بتحقق له نقطه معينه، هي بتحقق له ان هو ايه، هي اللي بتربي له الاولاد، هي اللي محققه له امر معين عنده، فهو كده انا حاسه ان انا اخد كل حاجه. يبقى احنا ممكن نقول ان في احتياجات ملهاش بديل وفي احتياجات ليها بديل. الاحتياجات اللي ملهاش بديل هي دي اللي بيفضل قاعد معاها وبيتمسك بيها، وكل ما الضحيه بتحاول انها تهرب بيرجعها تاني. لكن الاحتياجات اللي ليها بدايل كتيره دي بقى بيغير فيها عادي جدا. صح؟ بالظبط. ايه اللي بيخلي الشخصيه كده؟ ايه السبب اللي بيخلق شخصيه نرجسيه؟ لان الشخصيه دي بقت كتيره قوي. بصي عشان ما نغرقش قوي في الاسباب، عشان سببين كده. لا ما مش عشان حاجه، عشان الناس ما تقولش ان هو ايه، اصله يا عيني ما اتحضنش وهو صغير مثلا، اصل يا عيني هو ما كانش، هو ضحيه بنوع او باخر. ده مش دورك انتي، ده دوره عند الثيرابيست بتاعته، ده دوره عند ان هو يحل مشاكله. فكون احنا نغرق قوي هو ليه النرجسي والمؤذي كان ليه كده، طب ايه السبب ده يعني هيدخلك في متاهات كتيره قوي. ولكن هو بشكل موجز يعني النرجسي من البدايه هتلاقي دايما الشخص يا اما اتحرم من يعني في حاجه برضو الناس بتجهلها او ما تعرفهاش، ان في عندنا حاجه اسمها نرجسيه فطريه. يعني في قدر النرجسية في طفولتنا ونوع من أنواع النمو لازم نمر بيها. لو الشخص ده ما أخدش القدر النرجسي الطفولي، إنه هو حس إنه هو محور الكون عند باباه وأمه بشكل معتدل، تمام، الحرمان زيادة عن اللزوم بالشكل ده، أو العطاء زيادة عن اللزوم في الشكل ده، إنه الأهل اللي محسن أنت ما فيش منك اتنين، أنت بص أنت أحلى واحد وأجمل واحد وأكتر واحد، ده أي بنت تتمناك في الدنيا. فهو الحرمان بشكل مضاعف والعطاء بشكل مبالغ، الاتنين يوقعوا في شخصية نارسيستك، فهماني؟ ولكن عشان ما نقعش برضو في الفخ،
ان انا اقعد احلل اسباب وان هو كان كده ليه. طب لان احنا بنبرر كتير الاشخاص المؤذيه اللي في حياتنا، ودي المشكله. ما هو انا بقعد ليه في علاقه مؤذيه؟ انا دايما ببرر له، انا دايما ان انا عارفه ان انا اصلا ما انا كمان مش كويسه قوي، ما انا كمان مش بيرفكت في حاجات كتير، فاللي قدامي كمان مش كويس بالضروره ان هو كمان يكون مش كويس، فاهماني؟ فبقعد ان انا ابرر له في امور كتير، ابرر له في خيانه، ابرر له في تطاول عليا، ابرر له في غياب على طول، ابرر له ان هو مش ملتزم، ابرر له ان هو بيكون شخص متجنب دايما وفي وقت الجد بيهرب. فحته التبرير الكتير بتوقعنا في فخ علاقاتك. انت ليكي ان انت تعرفي ايه، تعرفي انت محتاجه ايه اللي تقبليه، ايه اللي ما تقبلهوش، فهماني؟ عشان يكون الامر واضح من البدايه. لكن اللي قدامي ده بقى مر بايه، طب هو مرش بايه عشان ابدا اعوضهوله، عشان ابدا اديهوله، والله ما هيشوفك. الامر مش بالامر كده، الامر الشخص نفسه لازم هو اللي يصلح ده، مش انت خالص. الشخص نفسه لازم هو يشوف اصلا ويكون عنده وعي بده، لان هو ما بيكونش عنده وعي بده. هو مش عارف اصلا. بالمناسبه لما بييجوا الجلسات هو مش عارف هو ان ليه بطلع من العلاقه لدي 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 لدي، هو انا عايز ايه؟ يعني شخص جالي قبل كده قال لي هو انا عايز ايه؟ انا قابلت كل الجنسيات، انا ما فيش بنت عرفت تقولي لا، انا اخدت البيضه والشقره والسودا والصعبه والسهله وكلها، انا عايز ايه؟ فهماني؟ فهو بيكون في جرح جواه، في فراغ جواه محدش عارف يملاه، في عدم إحساس بقيمته وحبه لنفسه والأمر هو عايز ياخده من كل، أو إحساس بالعجز. في إحساس بالعجز عنده وإحساس بعدم السيطرة حصل في حياته. قد يكون أب كان قوي جدا عليه ومش مديله حرية الاختيار، فيبدأ دايما ما عندوش أي التزام ويفضل من هنا لهنا لهنا لهنا، إن أنا مش عايز إن أنا أكون ملتزم في علاقة لوحدي. قد يكون ما حبتوش انف، فأنا عايزة أتحب من دي ومن دي ومن دي ومن دي عشان أثبت لنفسي إن أنا محبوب، أثبت لنفسي إن أنا أخدته فهماني؟ فبيفضل بشكل الشخص التايه اللي ندهته النداهة. يلا بينا بقى نشوف اللعبة مودينا لإيه. وبيصبح إن هو كالمدمن، هو مش قادر يتخلى عن ده، مش قادر يتخلى عن المايند جيمز اللي بيعملها، وإن يا ترى دي هتيجي ولا لأ، يا ترى دي هتقع ولا لأ، يا ترى ده هيتشد ولا لأ. هو الحالة دي، الحالة الإدمانية دي هي اللي بتخليه بتنتشي بقى خلاص. هو الأمر ده محطوط في الدايرة دي. يعني لو راجل عنده متعدد العلاقات قبل الجواز، هو بنسبة كبيرة هيبقى كده بعد الجواز. مش أنا هغيره، I cannot fix him. ولا أنت شايفة إيه؟ بصي، هتفرق معايا قوي لو حد حكالي إن هو كان متعدد العلاقات، وإنه تفرق إيه اللي خلاك، أو أنت بتقول ما أنت داخل معايا شخصية جد، إيه اللي خلاك تتغير؟ ما دي نقطة مهمة قوي. يعني ايه اللي خلاك ان انت بقى عايز تاخد خطوة جد؟ لان لو انا بس عايز اخد خطوة جد عشان بس اتجوز وخلاص، وان الامر ده احله تمام، ده مش هيكون متغير. طب هل انا اكتشفت ان انا بقع في فخ كتير، ان انا العلاقات اللي انا كنت بدخلها دي كلها كانت كان انا عندي مرض معين، دي كان حاجة وهمية انا بديها لنفسي، ان انا اهتمام زايد، انا كنت بحب دايما الدوبامين كتير ده، فانا عالجت نفسي، فهمت نفسي اكتر، قدرت ان انا اتغير. لا، ده انا كنت بعيدة عن ربنا وملهي قوي في حياتي، وبدأت ان انا اقرب لربنا اكتر، بدأت ان انا افهم نفسي، بدأت ان انا اعرف حلال وحرام، بدأت ان انا اعمل بيه. في ريزون، في سبب قوي خلاه ان هو يمتنع عن الامر يعني ده. يعني كده البني ادم بيتغير وما بيتغيرش، عشان احنا دايما بنسمع ما انا بقولك بيتغيرش. لو في الاسباب دي من قبل العلاقه هو اتغير عشانها، في سبب اتغير عشانه، ولكن هو قبل العلاقه بفتره، لكن مش في العلاقه. لا، مش في العلاقه بالظبط كده. هو لكن انا لو اخد العلاقه دي بيني وبين نفسي ان انا حاجه تعني على الجواز بس، ان هو ده انا اهلي قالوا لي انت بس لما تتجوز هتتلم. ما بيتلمش. ليه؟ لان هو مش عارف هو كان بيروح للعلاقات اللي قبل كده ليه. هو بيكون عنده مراته ملكه جمال، جميله جدا، مبهره للناس كلها، هو مش شايف. هو جعان دايما للحاجات اللي بره. هو دي خلاص حاجه انا ضمنتها، حاجه فور جرانتد عندي في البيت. انا عايز دايما الكلمه من دي والنظره من دي، وقد ايه انت مهتم وقد ايه انت جميل لبره. انا هنا مش مكتفي بنفسي. الشخص اللي دايما ما عندوش اكتفاء ذاتي بنفسه او تقبل لنفسه،
تمام، دايما هتلاقيه بيجري على العلاقات والتعدديه. لذلك العلاقه الصحيه والاختيار الصحي ان انا اكون مكتفي ومتقبل بذاتي، وان انا اكون عايزه بقى علاقه حد معايا، مع ان انا اعرف ان انا اكون لوحدي كويس جدا وعارف ان انا اسعد نفسي، بس انا اخترتك انت، بس انا عايزاك انت. لكن الشخص ده ما بيعرفش يوصل للامر ده، دايما بيتغذى على ان هو ياخد نظرات الاعجاب والانبهار، دي اللي بيخليه ان هو شخص سوي، شخص كويس. تمام. طب ده هيرجعني الحته بتاعت I fix him. امتى نعرف او ايه الاشخاص اللي انا ممكن اديها فرصه ان انا اصلح منها؟ عشان احنا دايما عندنا في مقوله انت مش هتقدر تصلح البني ادم ده، وده خلانا شويه نسبيا انانيين. احنا ما بقيناش بنحاول ان احنا نصلح في اي علاقه، احنا بنرمي بقى، يلا نرمي ونبدا من اول وجديد. ايه الحاجات اللي انا لو شفتها لازم ابتدي ان انا احس ان البني ادم ده يستحق ان انا اديله فرصه، يستحق ان انا اساعده ان هو يطور من نفسه، او ان هو يبقى شخص احسن، او I can fix him زي ما بيقولوا؟ بصي انت اتكلمنا في 3 حاجات. I can fix him وعقدة المنقذ اللي بيغرقني دايما مع الضحية، وحتة انه هو الاستغناء والتخلي، ان انا في امتى بتخلى وامتى بستغني، وفي حتة انه هو انا امتى امشي وامتى ما امشيش. بالظبط. خلينا كده بالراحة. حتة الدور المنقذ او دور ان انا اللي بقع فيه جدا، ان انا دايما عايزة اغير اللي قدامي، وان انا عايزة دايما انقذه، وان هو صعبان عليا، وان هو لا، في امور ما ينفعش ان انا انقذ اللي قدامي فيها. في امور الشخص ده هيغرقني ويغرقك. هو شخص كذاب، شخص دايما بتاع حوارات، شخص دايما ما بيعرفش يواجه، شخص دايما متجنب، شخص دايما بينسحب، شخص دايما مش ملتزم بكلمته. مستحيل هتعرفي تغيريه، نو واي ان تعرفي تغيريه. وتكرار بقى، يعني مش موقف والمره والثالثه، لا ده اكتر من مره واثنين وثلاثه. ده ما تضيعيش وقتك معاه. ده ما تضيعيش وقتك معاه. ويعني الافورت اللي انت بتبذليه اتجاهه، ابذلي اتجاه نفسك. تمام. حته بقى التخلي ورتم الحياه السريعه ده امر يعني في حتتين. في الشخص اللي هو انا يلا الرتم الحياه السريعه اللي بعده، يلا انت هترهقني ليه وتوجع دماغي كتير ليه، وده بقى شكل سخيف جدا للعلاقات. شكل مخلي ان هو الاتاحيه اللي عملتها السوشيال ميديا، والاتاحيه ان هو لا ده انا انت مشيت هيجي 10 غيرك، ده انا في يروح قرد يجي غزال. بالظبط. الاتاحيه الرهيبه اللي بقت عندنا، وما بمسكش في حد، وان انا كده جامد جدا لما ما بمسكش في حد. تمام. دي سطحيه، دي سطحيه جدا من الشخص، او من الشخص اللي فاكر نفسي ان انا هتخلى. انا قلت ان انا لازم اكون بتمتع بمهاره التخلي، بس امتى؟ بس انا اديت للعلاقه دي فرصه قد ايه؟ الشخص ده معايا كويس اصلا، ولا بمجرد ان هو عمل موقف فخلاص ما امشي اطلعك بره حياتي؟ تمام. الشخص ده عامل مواقف كتيره جدا جدا كويسه، وان انا امسك في الغلطات بتاعته، وان انا يلا انت هتتعبيني ليه، انت توجعي دماغي ليه، لا انت شكلك انت نكديه وانت وحشه، وان هو فاهمين؟ ده بيكون شخص سطحي جدا، ان هو بينقل ورتم الحياه السريعه اللي بقينا شفناها كله في السوشيال ميديا بشكل رهيب. التخلي. وعلى فكره النوع ده بيعمل برضو، يعني انا لو يعني بيجي لي حد يقول لي ان هو كان مرتبط بحد، وبعد ما سابوا بعض لقاها حبت بعده باسبوع، دي ارتبطت بعد بشهر، بتخلي في ايرور كده عند الشخص. وانا قد ايه كنت شخص يستهان بيه، يعني الحب اللي انا اديته والامر ده بيعمل له ايرور. ولكن دايما افكره ان ده على قد ما وجعك، على قد ما هيبين لك مدى عقليه اللي قدامك. مدى عقليه اللي قدامك اللي تعافى في شهر ده مش تعافي عمره، ان هو يلا اللي بعده. ده شخص قد ايه كان غير ناضج، شخص قد ايه كان سطحي، شخص ده ما عادش حتى مع نفسه شاف يا سيدي انا كنت وحش جدا، اقعد مع نفسك، انت كنت ليك ايه وعليك ايه في العلاقه؟ ما الامر دايما تبادلي. فرتم الحياه السريعه وبقى يلا اللي بعده يلا اللي بعده، خلى ما فيش معاني للحب، ما فيش معاني للصدق. بقى انه هو الشخص بقى عايز كل حاجه جميله ومبهره، وشكل السوشيال ميديا اللي خلى ان هو ده يجيب لي عربيه، ده بيجيب لي هديه قد ايه، ايفون كذا، ده بيعمل لي بروبوزل في مكان كذا، فخلى دايما سقف التوقعات دايما عندنا عاليه. واول لما ما يجيش الشخص ده ان هو يعمل بعض الحاجات دي، دايما استصغر الامور اللي هو بيعملها،
تمام. ولكن برضو لازم يكون في قدر من المجهود بيتبذل قدامك، ما ترضيش بالقليل، ولكن بقولك ولا بالشكل المبالغ فيه ولا بفتافيت الامور والامر. التوازن هو الحل. اذا حته التخلي زي ما احنا قلنا ليها شروط وليها ضوابط. طيب الامر الثالث بقى حته ان هو امتى اسيب وامتى ما اسيبش، او الامر اللي زي ده، هو بيكون في قواعد للعلاقه. يعني في قواعد العلاقة، في عندي احترام، في عندي كونكشن وتفاهم، في عندي ان هو الثقة والامان وراحة. ما هو الثقة والأمان هيدخل منها الراحة. التفاهم لما انت تكوني عارفة تتفاهمي مع حد ويكون في لغة حوار ما بينكم هيكون في راحة. فهماني؟ القواعد دي موجودة، عارفين نحترم بعض، عارفين ان احنا نتكلم مع بعض، عارفين ان هو نلبي احتياجات بعض بشكل متوازن. وبس في ما بيننا مشاكل، في بيننا بعض الأمور اللي بتحصل ما بيننا، خلي بالك. وفي حاجة حابة برضو نوه إليه، أحيانا ما بيكونش المشكلة ولا فيكي ولا فيه، أحيانا بيكون في شكل ودينامية العلاقة، طريقة التواصل بتاعتنا، إن طريقة التواصل نفسها بتكون فيها مشكلة. يعني إحنا دايما شخص دايما اتعود إن هو يهاجم، والتاني اتعود إن هو يبرر لنفسه كتير، فاللي بيوقعهم دايما في الخناقة إن هو ما بيسمعش الطرف اللي قدامه. يعني هي مثلا تقول له إيه، أنت اقعد معايا، أنت بتخرج كتير، أنا عايزة، هو وحشها، أنت كده معناه إن أنت إيه مهم. هو بيشوفها إيه بتلوم عليا، مش شايفاني، مش مقدرة مجهودي، مهما أعمل أنت ما بيكفيكيش أي حاجة، أنا فيبدأ يبرر لنفسه، فيبدأ تشكل ان هي خناقه، انا اصلا ولا عايزاك تقعد معايا، وانت اصلا فتبدأ خناقه. لكن لو هو فهم الشخص ده ان هي بتطلبه بشكل معين، وان هي عايزه الاهتمام، ومبررش لنفسه وشاف ان هي كده بتنتقده او ان انت وحش، وبدأ يقول لها خلاص يا حبيبي تعالي نتفرج على دلوقتي على مسلسل سوا، انا هحاول انظم الدنيا، انا مقدر ده والله، حاول اظبطه. لكن احنا بنقع دايما في حته التبرير المبالغ فيه. كل ما بقعد ابرر كل ما بنبوظ العلاقه وبنقع في خناقات. ناس ما بتعرفش تتخانق، ما بتعرفش تختلف، ما بيعرفوش يختلفوا. فدي مهمه. انا ما بعرفش اسمعك، انا بسمعك عشان ارد عليكي، انا بسمعك عشان اقول لك قد ايه ان انت غلط، انا بسمعك عشان انا دايما ان هو ابرر لنفسي وما اشوفش نفسي وحش. مظبوط. لكن مش بسمع وجعك، مش بسمع احتياجك، مش بسمع ان انت كنت عايزه حاجه معينه، وان انا متفاهم اللي انت بتقوليه ومتفاهم ان ده امر صح. فهماني؟ فهماكي. بجد الكلام مش هيخلص عن العلاقات. بجد بشكرك جدا، بجد مناقشة مهمة جدا، واحنا ختمناها في الآخر ازاي العلاقة ممكن تكون علاقة سليمة. الحاجات اللي انتي قلتيها في الآخر، التفاهم، ان احنا نكون بنعرف نختلف، وايه كمان؟ الاحترام والتفاهم والكونكشن، انه يكون في اتصال ما بيننا. هو ده اللي احنا محتاجينه علشان نكون في علاقات مهمة. واهم حاجة هي علاقتنا بنفسنا، ان احنا نكون عارفين نفسنا كويس. علشان كده مهم جدا ان احنا نحط نفسنا أولوية، نعرف احنا عايزين ايه من العلاقة، ودايما على طول نروح نطلب مساعدة لو احنا احتاجنا مساعدة. بشكركم جدا، شكرا على متابعتكم. لو وصلتوا معانا لغاية هنا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واستنونا في حلقة جديدة من بودكاست بعد النهاية. شكرا يا دكتور. شكرا جدا ليكي، أشكرك جدا. شكرا.